في رحلتنا في الحياة كل واحد يمكن يكون حلمه شخصي أو طموح في شغل أو حتى تحدي في صحة، لكن الطريق عشان نوصل للأحلام غالباً بنلاقي صعوبات، حاجات تعطلنا. هنا بالظبط بتيجي قوة سحرية، قوة الإصرار والمثابرة. الإصرار مش بس إنك تقول أنا مصمم. لا، الإصرار هو العزيمة اللي جواك، والمثابرة هي المجهود اللي بتعمله كل يوم حتى لو النتيجة مش هي إنك تفضل مركز على هدفك زي السهم اللي طاير. هي إنك تؤمن إن كل خطوة صغيرة بتعملها حتى لو تعبت كل قصة نجاح عظيمة سمعت عنها وراها إصرار ومثابرة. توماس إديسون اللي اخترع اللمبة ما جربش مرة ولا 2. هو جرب آلاف المرات قبل ما ينجح. ليه؟ عشان كان عنده أسرار مش عادي. الفشل ما كانش بيوقفه، كان بيتعلم منه. الإصرار والمثابرة بيدولك القدرة إنك تتخطى الصعوبات، ما تيأسش أبداً مهما كانت. تحول المستحيل لممكن. كتير من الأهداف اللي بنشوفها مستحيلة بتتحقق بالإصرار. تبني الثقة في نفسك كل مرة بتصمد وتكمل. إزاي تبني الإصرار والمثابرة جواك؟ الإصرار والمثابرة زي أي مهارة ممكن تنميها. حدد هدفك بوضوح رهيب، لازم تعرف بالظبط إيه اللي قسم هدفك لخطوات صغيرة. الأهداف الكبيرة ممكن تكون مرعبة، قسمها لخطوات بسيطة جدا تقدر تعملها كل يوم. احتفل بالانتصارات الصغيرة، ما تستناش توصل للهدف النهائي عشان تحتفل. كل خطوة تنجح فيها كافئ نفسك حتى لو بحاجة بسيطة، ده بيغذي. ما تخافش من الفشل، الفشل مش النهاية. حوط نفسك بناس بتشجعك، وجود ناس مؤمنة بيك وبتدعمك بيفرق جدا. ابعد عن خليك دايماً بتتعلم وتتطور. كل ما بتكتسب معرفة أو مهارة جديدة كل ما بتزيد قدرتك على المثابرة وتجاوز الصعاب. افتكر دايماً النجاح مش بيجي بالصدفة ولا بالحظ بس. النجاح بيجي بالعمل الجاد والتخطيط، وقبل كل دول بيجي بالإصرار والمثابرة. خلي حلمك هو وقودك، وخلي التحديات هي اللي بتقويك مش بتوقفك. كل مرة بتقع وتقوم تاني، كل مرة بتتعب وما بتيأسش، انت بتبني نسخة أقوى وأذكى من نفسك. امتلك قوة الإصرار والمثابرة، وهتفتح بوابات النجاح اللي كنت بتحلم بيها.